يا ريت نخلي بالنا من الجزئية دي، يا ريت نخلي بالنا من النقطة دي. خطأ فادح إياك توقع فيه، خطأ فادح إياك توقع فيه، وفي الآخر أنت اللي هتطلع غلطان، وهيقول لك الزبون إن أنا جايب العربية كويسة وما فيهاش أي مشاكل، كل اللي حصل فيها يا دوب إنها خلطة مية على زيت أو قطعة كتينة أو أي سبب من الأسباب اللي هي بعيد كل البعد عن موضوع الشمبر أو الدخانة أو أكل الزيت أو ضربة البخار. يا ريت الغلط ده تخلي بالك منه وما توقعش فيه، عشان خاطر ما تعملش مشكلة مع صاحب العربية. مساء الخير على كل متابعين قناة ميكانيك الصعيد. معايا مشكلة هنا في العربية النوبيرا دي، بس حبيت أشارك بفكرة معينة عشان خاطر كل الناس اللي بتتعرض للموضوع ده تتوخى الحذر. أنا عندي العربية دي قطعت الكتينة، فلما قطعت الكتينة حصل معايا إن البستم هنا خبط في الصباب وتنت صبابات. تمام. اللي أنا عايز أقوله إيه هنا؟ اللي انا عايز اقوله ان انا حليت وش السلندر عشان خاطر اعمل الصبابات. لاحظ هنا حاجة مهمة جدا، لو انت عندك الموتور ده خفيف نوعا ما تعملش وش السلندر وتقفله من غير ما تحكم تحت. دي معلومة مهمة للناس اللي هي ممكن تلاقي المصروف هيزيد عن ما كان متوقع، هيزيد له يجي 1000 جنيه مصاريف طقم شامبر تحت وجوانات والكلام ده كله. هو الفرق هيبقى بسيط، بس يمكن مع الظروف وضغوط الحياة يشوف الموضوع انه مصرف. انا عندي وش السلندر هيتحل ويتعمل له الصبابات، وهسيب تحت زي ما هو خفيف، هتاكل معايا زيت العربية. ولو ما كانتش بتدخن في الاول، دلوقتي بعد ما هتحكم فوق بس هتدخن. شايفين حضراتكم؟ بص البوش باين. طيب انا معايا الشميز كويس، ما فيهوش ريجه. طب ما اعملش شامبر ليه؟ انا كل مشكلتي في الشميز. لو انت عندك شميز فيه ريجه، يبقى من حقك ما تخشش في دايره مغلقه وما تعملش حاجه تحت. ليه؟ لان كده كده هتخش على عمره كامله. لكن انت عندك شميز كويس. طب انا العربيه بتاعتي ما بتدخنش، ما بتعملش حاجه، بس انا من واقع اللي انا شايفه قدامي ان عندي الشمبر خفيف. شوف حضرتك، انا عايز اثبت ايدي عشان الهزه بتاعت البستم تبان معاك اهي. كده كده يعني ده اخف. شوف حضرتك، ده اخف في الهزه، ده اخف في الهزه، لكن ده بيهز جامد. كده انا عندي خلل في الشمبر، كده انا عندي الشمبر وحش. فخلي بالك انت حالل على اساس ان العربيه فيها صباب فقط لا غير، وهتقفل تعمل طقم الصبابات وهتقفل، هتلاقي العربيه حصل فيها يا اما دخان في الشكمان ورا، يا اما تضرب بخار، يا اما تلدع زيت. وارد ممكن التلاتة يحصلوا مع بعض في توقيت واحد. فيا ريت لو انت حالل على اساس انك انت تعمل وش سلندر بس، لا، ادي طقم شامبر معاك بالمره، عشان يبقى انت حكمت فوق وتحت والدنيا تبقى حلوه معاك، وما تدخنش العربيه ولا تضرب بخار. لكن لو سبت الوضع ده، على فكره نصيحه برضو مهمه جدا، ان لو في اثار زيت خفيف جوه غرفه الحريق، انا عندي بعد ما انا حليت دلوقتي عندي الشميز كويس،
مفيهوش مشاكل. لكن شويه قدام انك انت تتغاضى على انك تسقط طاقم شامبر وتقول شويه قدام هفكها واعمل شامبر، لا، شويه قدام هتلاقي نسبه الزيت بقيت سخنه على الشميز، عملت لك ريقه. هتحل اليومين الجايين هتلاقي ايه؟ ريقه. ليه؟ لان انا عندي اثار زيت خفيف. ما انت ما حلتش، انت ما رضيتش تدي شامبر في التوقيت ده، سبتها شويه قدام. شويه قدام مع النطرات اللي هي غير ملحوظه جوه غرفه الحريق، كانت سخنه مع الانفجار الحريق جوه، كلت الشميز، عملت ريقه في الشميز. وممكن شويه شويه برضو قدام تسلخ. فيا ريت لو انت حليت وش السلندر عشان خاطر جايب صبابات بسبب الكتينه، او ضربه جوان وش سلندر عادي، يا ريت لو عندك البستم بيتهز بالشكل ده، سقط طقم شمبر. طقم الشمبر كله هيكلفك 500 600 جنيه او 1000 جنيه، فرق بين ده ما بين ده، بس هتريح دماغك ومش هترجع للموضوع تاني. لكن هتسيبها دلوقتي وتعمل وش السلندر فقط لا غير عشان تدور العربيه، وشويه قدام تبص تلاقيها لدعت منك زيت، او بعد ما تدور مباشره تلاقي دخانه او ضربت بخاره، انت كده اللي خسران وانت اللي مضرور. انا النصيحه دي عشان خاطر ربنا بديها للناس بدون مقابل. فحرام مكنه زي كده شمايزها كويسه وشويه قدام تلاقيها عتبت منك بسبب انك انت اهملت موضوع الشمبر الخفيف اللي في المكنه. تمام. اسف جدا ان انا بتاخر في تنزيل الفيديوهات اليومين دول. صدقوني الجو سخن غير عادي. وان شاء الله الايام الجايه هعمل فيديوهات على اسباب السخونه، وعلى اسباب وش السلندر اللي بيتحل مرارا وتكرارا بسبب خلط الميه او ان شاء الله الايام الجايه هتلاقي فيديوهات حلوه تنول اعجابكم. لو انت جديد في القناه ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واللايك بتاعك بيشجعني ان انا اعمل فيديوهات مفيده ليك ولكل الناس. شكرا لكل متابعين.